مرحبا أصدقائي. في البداية أود أن أطلب منكم بعد مشاهدة الفيديو أن تقوموا بالاشتراك في القناة. أنا أبذل جهدا كبيرا في إعداد هذه الفيديوهات ومن خلالها أوفر مصاريفي. كل من يشترك أدعو الله أن تكون حياته جميلة غنية وسعيدة. وإذا كنتم ترغبون في التواصل معي فالرجاء مشاهدة الفيديو كاملا وترك تعليق، وستجدون الرقم في الجزء المتقدم من الفيديو. من فضلكم اشتركوا في القناة. مرحبا أصدقائي الأعزاء. اليوم سأروي لكم قصتي الشخصية التي حدثت معي في المرحلة الثانوية. قصة مليئة بالبراءة والسذاجة والتشويق والعواطف الجياشة، وفي النهاية جاء التويست الذي قلب كل شيء رأسا على عقب وجعلنا نشعر بالندم الشديد والخجل العميق. كيف كان معلمي يدعوني كل يوم لدروس إضافية في منزله، يتحدث معي ساعات طويلة، يتقرب مني تدريجيا حتى بدا وكأن علاقة خاصة تتشكل بيننا. لكن في النهاية انكشفت الحقيقة وشعر كلانا بالأسف على تصرفاتنا. يا أصدقائي، بعد مشاهدة الفيديو كاملا اكتبوا لي في التعليقات في أي لحظة شعرتم أن شيئا ما على وشك الحدوث، وفي أي نقطة خفق قلبكم بقوة. هذه القصة ممتعة جدا، مليئة بالرومانسية المزيفة والتشويق والعواطف، وستمتعنون بها كثيرا، فلا تنسوا الإعجاب والمشاركة والمشاهدة حتى النهاية. اسمي لينا، كنت في ذلك الوقت في الصف 12، عمري 17 عاما، طولي حوالي 1.62 سنتيمترا، شعري أسود طويل ناعم يصل إلى خصري، عيوني بنية كبيرة وبشرتي فاتحة نضرة. كنت أرتدي الزي المدرسي الذي يبرز أنوثتي بشكل طبيعي، وكثيرا ما كان الطلاب يلتفتون إلي أكثر من اللازم عندما أسير في الممرات، لكنني لم أكن من الفتيات اللواتي يستغلون ذلك أو يغازلن، بل كنت أركز تماما على دراستي ونشاطي في فريق الشعر والأدب في المدرسة وقراءة الروايات في المكتبة. والدي يعمل مهندسا في شركة كبيرة، وأمي تعمل معلمة في مدرسة ابتدائية قريبة. لدي أخ أصغر يدعى يوسف في الصف 9، شقي جدا ومليء بالحركة. نسكن في حي قديم هادئ في المدينة، حيث يعرف الجميع بعضهم، والجيران يتزاورون ويساعدون بعضهم في كل مناسبة أو شدة. كان الأدب والشعر العربي هو المادة المفضلة لدي. أحب أشعار المتنبي وابن زيدون، أحب تحليل الروايات والقصص القصيرة. وكان معلمنا الأستاذ عمر حوالي 29 عاما، كان وسيما جدا، طويل القامة، يرتدي ملابس أنيقة دائما، صوته عميق هادئ يجعل الجميع ينصتون له بتركيز. كانت الفتيات في الصف ينتبرن حصته بفارغ الصبر، وأنا أيضا كنت أشعر أحيانا بدقات قلب سريعة عندما يبتسم لي أثناء شرح قصيدة أو رواية، لكنني كنت أقول لنفسي دائما: هو مجرد معلم ممتاز، وركزي على الدراسة فقط. الآن سأروي لكم القصة كاملة بكل تفاصيلها. بدأت الأمور بشكل طبيعي تماما، ثم تدريجيا بدأ التشويق يتصاعد. أحيانا كان يبدو الأمر رومانسيا، أحيانا مجرد اهتمام أستاذي، لكن في النهاية جاء التويست الذي جعلنا نشعر بالخجل والندم العميق. كان ذلك في السنة التي كانت الامتحانات النهائية على بعد 3 أشهر فقط. كنت جيدة في النظر، لكن في كتابة المقالات الأدبية الطويلة، تحليل الشخصيات، رسم الخطوط الزمنية للأحداث الأدبية، كنت أحتاج وقتا طويلا وكنت أخطئ كثيرا في التفاصيل. قاعة الأدب في المدرسة كانت دائما مزدحمة، لا يتسنى للجميع التدريب الكافي. في أحد الأيام بعد انتهاء الحصة ناداني الأستاذ عمر وقال لي بلطف: لينا، أنت تجتهدين كثيرا، لكن يجب أن تحسني من الدقة والسرعة، وإلا ستتأثر درجاتك في الامتحان العملي. نظر إلي بعيون حانية كأنه يريد أن يقول المزيد. قلت له بخجل شديد: أستاذ، أحاول في المنزل، لكن ليس لدي الكتب النادرة والمراجع الكافية. ابتسم وقال: عندي في المنزل مكتبة خاصة بها كتب أدبية قديمة، دواوين شعر، نماذج تحليلية. إذا أردت يمكنك الحضور مساء، وسأشرح لك شخصيا.
شعرت بمزيج من الخوف والفرح والحيرة. الذهاب إلى منزل المعلم أمر غريب، لكنه فرصة رائعة. وافقت بعد تردد كبير. عندما عدت إلى المنزل أخبرت أمي. قالت ابنتي: الأستاذ عمر يسكن قريبا جدا، شارع واحد فقط، هو رجل مهذب ومسؤول، اذهبي لا مشكلة. في اليوم الأول ذهبت مرتدية الزي المدرسي مع شال خفيف لأشعر بالراحة. فتح الباب مبتسما بحرارة كبيرة: تفضلي لينا، ادخلي واجلسي. المنزل صغير ومرتب جدا. غرفة المعيشة بها طاولة خشبية كبيرة مليئة بكتب قديمة، دواوين شعر مفتوحة، وخرائط زمنية معلقة على الجدران. جلسنا. أحضر لي كوب شاي دافئ وقال: اشربيه لترتاحي بعد يوم طويل في المدرسة. سألني عن عائلتي بالتفصيل. ماذا يعمل والدك؟ أين تعمل أمك؟ كيف يتصرف أخوك الصغير؟ كيف حياتك في المدرسة؟ أخبرته بكل شيء بصراحة. ثم سألني سؤالا مفاجئا: هل لديك صديقة مقربة جدا أو شخص يشغل بالك خارج الدراسة؟ احمرت وجنتاي وقلت بصوت خافت: لا أستاذ، أنا أركز فقط على الشعر والقراءة. ضحك ضحكة هادئة وقال: هذا جميل، لكن الحياة تحتاج أحيانا إلى بعض الترفيه، وإلا مللنا. شعرت أن في كلامه شيئا غامضا، لكن اعتبرته نصيحة عادية. بدأنا الدرس. أخرج دواوين شعر وشرح لي تحليل قصيدة للمتنبي. يجلس بجانبي يشير بيده إلى السطور أحيانا، يلمس يدي بلطف وهو يوجه أصبعي على الكلمات. شعرت بدقات قلبي تتسارع، لكني قلت لنفسي إنه مجرد درس. قضينا ساعتين كاملتين، ثم قال: تعالي غدا في نفس الموعد، سنبدأ برنامجا يوميا لنصل إلى التميز. عدت إلى المنزل وأنا أفكر في كل لحظة، أشعر بشيء غريب لكن سعيدة بالمعلومات الجديدة. في اليوم التالي في المدرسة كان ينظر إلي بنظرة خاصة جدا، يبتسم لي ابتسامة سرية. كان بيننا شيء مشترك. صديقتي المقربة سارة سحبتني جانبا وقالت: لينا، هل يعطيك الأستاذ عمر دروسا؟ ضحكت وقلت: نعم، للأدب فقط، لكن داخلي شعرت بالارتباك. استمرت الزيارات كل مساء. في بعض الأيام كنا نحلل قصصا قصيرة، في أيام أخرى نناقش شخصيات روائية، وفي أيام ثالثة نلعب لعبة أدبية اخترعها، بطاقات تحتوي أسئلة عن شعراء وكتاب. إن خسرت أجيب على سؤال شخصي، إن خسر هو يعطيني مفاجأة صغيرة. في المرة الأولى خسرت. سألني: ما هو أجمل ذكرى في حياتك حتى الآن؟ أخبرته عن رحلة عائلية قديمة، لكنه كان ينظر إلي بعيون مليئة بإعجاب واضح. تدريجيا أصبحت الجلسات أكثر دفئا. كان يخبرني عن حياته الخاصة. يعيش وحيدا بعد أن انتقل والداه إلى مدينة أخرى، لا إخوة له. يشعر بالوحدة أحيانا. يقول: لو كان هناك شخص يشبه العائلة لتحول المنزل إلى جنة. كنت أقول له: أنت شاب ناجح ووسيم، ستجد الفتاة التي تستحقك. كان يضحك ويقول: فتاة مثلك تماما ستكون حلما. كنت أصمت خجلا وأبقى أفكر في سريره لساعات. في إحدى الجلسات بينما كنا نحلل قصيدة غزل، قال فجأة: لينا، عيونك تشبه عيون شخص أعرفه، ناعمة وعميقة جدا. مد يده ولمس خدي بلطف لثانية واحدة، ثم سحبها فورا وقال: آسف إن تجاوزت الحد. شعرت بحرارة في وجهي، لكني قلت له: لا مشكلة أستاذ، دعنا نكمل. في اليوم التالي في المدرسة أصبح يسأل أسئلة أكثر من أي طالبة أخرى، يمدحني أمام الجميع. الفتيات بدأن يهمسن لي: لينا، يبدو أن الأستاذ معجب بك. نفيت بشدة، لكن الشك بدأ يأكلني. أمي لاحظت يوما أنني أعود متأخرة كل يوم، فسألتني: كل شيء بخير في دروسك عند الأستاذ عمر؟ أجبت بنعم، لكن قلبي كان يخفق بقوة. ثم في إحدى الأمسيات قال: اليوم نريح أعصابنا، سأحكي لك قصة من أيام الجامعة. حكى عن زميلة كانت تحب الأدب مثلي، جميلة وذكية. كان صديقين مقربين جدا. قال: أحيانا أتساءل ماذا لو تطورت الأمور بيننا. ساد الصمت في الغرفة. شعرت أن وجهه يقترب من وجهي، لكنه وقف فجأة وقال: هيا نكمل الدرس. ازداد التقارب أكثر فأكثر. كان يضع يده على كتفي أحيانا ويقول: لا تتوتري يا لينا، كل شيء سيكون بخير.
كان يمدح شعري ويقول إنه يشبه حرير الشعر في القصائد القديمة. في إحدى الليالي أخرج علبة صغيرة وقال: هذه هدية لك لمجهودك الكبير. كانت قلادة فضية ناعمة على شكل قلب، بسيطة وجميلة، وضعها في عنقي. وجهه كان قريبا جدا، أنفاسنا تختلط. سألني بصوت منخفض: هل أعجبتك؟ شعرت أن قلبي سيخرج من صدري، لكنه ابتعد فجأة وقال: هيا نركز على الدراسة. اقترب موعد الامتحانات. أديت بشكل ممتاز جدا بفضل دروسه. بعد انتهاء الامتحانات دعاني للاحتفال في منزله. حضر كعكة فواكه، قطعناها معا، ضحكنا كثيرا، ثم أصبح جادا فجأة. أمسك يدي وقال: لينا، أنت أغلى طالبة مرت علي في حياتي. ثم أخذ نفسا عميقا وقال: الحقيقة التي قلبت كل شيء. لينا، أنا أراك كابنة لي. كانت لي ابنة صغيرة اسمها ريم، كانت في مثل عمرك تماما، تحب الشعر والأدب بنفس الشغف، تشبهك في الملامح والذكاء والابتسامة. توفيت قبل 5 سنوات بسبب مرض خطير مفاجئ. عندما رأيتك أول مرة في الصف شعرت أن ريم عادت إلي من جديد، لذا دعوتك إلى المنزل. أعطيتك الاهتمام والحنان والوقت. كل ذلك كان حبا أبويا، لكنني لم أوضح الأمر بوضوح أبدا، وأنت فهمته خطأ، وأنا أيضا أخطأت، لأنني كمعلم كان يجب أن أحافظ على مسافة مهنية صارمة. تجاوزت الحدود دون أن أدرك. سمعت كلامه وبدأت أبكي بشدة. هو أيضا مسح دموعه وهو يقول: آسف. قلت له بصوت مبحوح: أستاذ، أنا أيضا مخطئة جدا. ظننت أنك تحبني بطريقة مختلفة. شجعت ذلك بصمتي. أخبرت صديقاتي أنك تعاملني بشكل خاص جدا. أشعر بالخجل الشديد والندم. اعتذرنا لبعضنا البعض، سامحنا بعضا. احتضنته احتضانا أبويا بريئا. قال لي: اذهبي إلى الجامعة وتألقي يا لينا. ما زلت أحترمه وأحترم دروسه حتى اليوم، لكن تلك الفترة علمتني درسا لن أنساه أبدا. من هذه القصة نستخلص العبرة الكبيرة. أحيانا نفهم تصرفات الآخرين بناء على أفكارنا الخاصة، ونبني قصصا في عقولنا لا أساس لها من الصحة. سوء الفهم يمكن أن يسبب ألما كبيرا ويدمر الثقة. يجب دائما التواصل بوضوح وصراحة بين المعلم والطالب. يجب الحفاظ على الاحترام والحدود المهنية الصارمة. أنا كنت مخطئة لأنني حولت الحنان الأبوي إلى شيء رومانسي في خيالي، وهو كان مخطئا لأنه لم يوضح نيته من البداية. كلانا يشعر بالندم العميق والخجل حتى الآن، لكننا تعلمنا أن المساعدة الحقيقية يجب أن تكون شفافة، وأن مراعاة مشاعر الآخرين أمر أساسي في كل علاقة. إذا مررتم بموقف مشابه في حياتكم شاركوني تجربتكم في التعليقات. مع السلامة أصدقائي، اعتنوا بأنفسكم وابقوا دائما صادقين مع أنفسكم ومع الآخرين.